السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل العيش البلدي. هعمله معاكم بطريقة سهلة جدا وخطوات سهلة جدا للمبتدئين، بس يا ريت بقى تتابعيني لحد الاخر علشان هقولك على خطوات مهمة جدا النهاردة، وعايزاكي بقى تجربيه بنفس الخطوات اللي انت هتشوفيها. بجد العيش كله نفخ، وكمان اللهم بارك طري بعد السوى. وكمان هنعمل عيش طري وعيش ناشف. تابعي بقى الخطوات لحد الاخر، ويا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. تعالوا بقى نشوف الطريقة المظبوطة اللي تخلي معانا العيش طري مش مجلد بعد السوى، بس المبتدئين يكملوا معايا لحد الاخر. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة انا معايا 20 كيلو. هنخلط الدقيق في الاول. انا هخلط بقى دقيق قمح ودقيق زيرو ودقيق مدعم. الدقيق المدعم بيكون خشن فبينفخ معانا العيش ويخليه يفتح، اما الدقيق القمح بيخلي العيش طري، والدقيق الزيرو بيخلي العيش ابيض. انا ضفت 10 كيلو دقيق قمح انا عاملاه زيرو، وضفت 7 كيلو من الدقيق المدعم، و3 كيلو دقيق زيرو انا شارياه. خلطت الدقيق كويس جدا مع بعضيه. هضيف معلقتين كبار خميرة فورية على الميزان 20 جرام، وهضيف معلقتين ملح، وهقلب كويس في الاول. لو انت حابة بقى تعملي بخميرة بيرة هتكوني مربياها من بالليل، بس انا النهاردة مستعجلة فعجنت بخميرة فورية. انا النهاردة هعجن في العجان، بس اهم حاجة خطوة العجين يا جماعة، ولازم نظبط العجينة. لو هتعجني بقى في العجان او هتعجني بايديكي لازم تظبطي العجينة في الاول، يعني تعمليها عجينة يابسة وبعد كده طري فيها واحدة واحدة. انا نزلت بالمية واحدة واحدة، خليت العجينة الاول كانت يابسة معايا في العجان، وبعد كده بطري فيها شوية شوية. انتي بقى هتكبي مية لحد ما الدقيق يختفي، بعد كده هتوقفي مية وتلتي العجينة زي كل مرة بنعجن العجين. لو انت اول مرة تشوفيني، انا في اول العجين ما بطريش العجينة خالص، انا بخليها عجينة يابسة وبعد كده بنزل بالمية واحدة واحدة. لو انت اول مرة تعجني في اول العجن ما تطريش العجينة، اعجنيها يابسة وبعد كده طري فيها واحدة واحدة. وعجينة الصيف ما تطرهاش قوي، خليها عجينة يابسة واخدميها شوية. العجينة في الصيف حتى لو يابسة بيجي عليها الحر فبتضطر معانا، فنعجن العجينة كده في الوسط، ما تكونش طرية قوي ولا يابسة قوي. طب ازاي نعرفها مظبوطة ولا لا؟ هنعمل اختبار ونقطع رغيف ونحط على وش العجين، لو سرح معانا على بسيط تبقى كده العجينة في الوسط. العجينة كده مظبوطة ومش طرية قوي ولا يابسة قوي، عجينة في الوسط. غطيتها وسبتها لما اختمر، خد معايا كده ساعة ونص. قمت على طول رشيت النخالة، فرشت ملاية على الارض ورشيت عليها النخالة. شايفين العجينة ما شاء الله عجينة كده مخدومة. انا هقطع بزيت بس مش هغطي، لو انت هتقطعي بدقيق هتغطي. بعد ما تخلصي تقطيع هتفرشي فوقيه ملاية علشان ما يعملش معاكي طبقة ناشفة على وش العجين. ونوسع بعيد عن بعضه وما نكترش تقطيع في الصيف علشان بيخمر. لو لسه مبتدئة ممكن تعملي صينية او اتنين، اما تخبزيهم تقومي بقى تقطعي. انا ما قطعتش الفرشه كلها مره واحده، انا قطعتها على مرتين. قطعت نصها وقمت بقى شغلت الفرن يسخن، وعلى ما الفرن سخن كنت قطعت النص الباقي. قمت بقى على طول كده وطيت البلاطه اول ما الفرن سخن، يعني الفرن بياخد تسخين 10 دقايق، وبخلي العيش يختمر على النخاله 10 دقايق، وبجرب اول رغيف. ومن اول رغيف هنرميه، لو لقيناه مظبوط بنكمل بقيه الكميه، لو لقيناه فيه نفطه ممكن نصبر عليه شويه. طب انت لسه مبتدئه وعايزه تمسكي المطرحه وكمان تعرفي ترحي، يا ريت ما تمسكيش المطرحه من اليد علشان بتبقى صعبه جدا ومش هتعرفي تحركي الرغيف من على المطرحه. يا ريت بقى تمسكيها زي ما انا ماسكاها كده من تحت اليد. المسكه دي هتخليكي تعرفي ترحي لو انت لسه اول مره تمسكي. شايفه؟ امسكيها بقى من تحت اليد وايدك تبقى قصادها من الجنب التاني، ولفي بقى الرغيف. هتلاقي بقى الرغيف بيلف مش المطرحه زي ما انتوا بتكتبولي. هو كلنا في الاول بيكون عندنا مشكلة في الرح، بس انا عايزاكي بقى تجربي مسكة المطرحة كده من تحت اليد، هتسهل عليكي الرح وتعرفي ترحي. وكمان لازم يكون معاكي مطرحتين، وكان بيجي كمان شوية نخالة على شوية دقيق، هيساعدوا معاكي ان انت تعرفي ترحي والعجينة ما تتلزقش معاكي على المطارح خالص. ما ينفعش خالص تبقى لسه مبتدئة وتشتغل على مطرحة واحدة، يبقى معاكي كده مطرحتين وشات النخالة على شوية الدقيق هنرش منهم المطارح. والعجينة لو مظبوطة ان شاء الله هتعرفي ترحي والرح هيبقى سهل معاكي جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت بقى تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. من اول رغيف انا عرفت كده ان العيش طالع حلو والعجينة مظبوطة، بس البلاطة عندي سخنة شوية، هوطيها وهكمل بقية الخبيز. لو لقيتيه بقى من اول رغيف منفض زي ما قلتلك اصبري عليه شوية وارجعي اخبزي. اما لو العجينة طرية هتغلبك جدا، علشان كده بقولك لو لسه مبتدئ ما تخليش العجينة طرية.
طب حلها ايه يا ام اسلام؟ حلها ان انت هتقومي تلمي اللي انت قطعتيه وتحطي عليه دقيق تاني وتعجنيه وتسيبيه نص ساعه، وبعد كده ترجعي تخبزي. ان شاء الله هتخبزي وهيطلع معاكي تحفه. اما لو العجينه طالعه مجلده من الفرن وناشفه ومش عارفه حتى تديري الرغيف في الفرن، هقولك كده العجينه كانت يابسه جامد جدا، حلها ان انت هتقومي تلمي العجين وهتنفضيه، يعني هتريحيه من النخاله وبعد كده هتلميه على بعضيه وتطري في العجينه واحده واحده لحد ما العجينه تتظبط معاكي. انا عايزاكي بقى وانت بتعجني تعملي الاختبار اللي احنا عملناه في الاول، تقطعي الرغيف وتخليه على وش العجينه، لو سرح معاكي على بسيط يبقى تعرفي ان العجينه كده في الوسط، يبقى على كده العجينه بتاعتك مظبوطه. لو سرحت جامد الرغيف اللي انت حطاه وسرح جامد يبقى كده العجينه طريه، لو ما سرحش خالص وحطيتيه ورقت زي ما هو يبقى كده العجينه يابسه. لو مشيتي بقى على خطوات العجين مش محتاجه خالص ان انت تطري العجينه او تيبسيها، العجينه هتطلع معاكي مظبوطه من اول مره زي ما انتوا شايفينه كده. اللهم بارك، العيش بينفخ وطالع ريحته بجد تحفه وسواه كمان بجد تحفه. العيش بقى بصراحه مش محتاجه ان انا اتكلم عنه، هو بيتكلم عن نفسه، بجد طالع تحفه. طب لو عايزه تسوي العيش البلدي ويطلع معاكي مظبوط، هتخلي البلاطه اول ما بتسخن بتوطيها وبتخلي الجنوب عليها. طب لو عايزه ترمي ولسه اول مره ترمي في الفرن، هقولك اقعدي على حاجه عاليه علشان المبتدئين هيجي يرموا هيتني منهم، يبقى لازم تقعدي على حاجه عاليه تبقى عاليه عن الفرن شويه، وبعد كده هترمي وما تخليش حاجه خالص طالعه بره المطرحه علشان ساعه ما تيجي ترمي تعرفي ترمي والرغيف ما يبص معاكي. وكمان لو لسه اول مره تعملي ما تكبريش حجم الرغيف، يعني مش شرط خالص ان انت تمليه بالمطرحه، يبقى وانت بتقطعيه ما تكبريش وانت بتقطعي، اعمليه اصغر من كده بشويه. تيجي ترميه هتعرفي تتحكمي في الرميه وكمان في الرح وهترحيه وهيبقى معاكي مظبوط. احنا كده اتكلمنا عن كل الخطوات خطوه خطوه، لو مشيتي بقى على الخطوات ان شاء الله هتعملي العيش البلدي وهيبقى معاكي مظبوط. بعد ما خلصت الكميه فرشتها على الملايه علشان تبرد، مفيش ولا رغيف باظ مني خالص علشان الخطوات كانت مظبوطه من الاول. اهم حاجه خطوات العجين والسوا بجد تحفه، مفيش الا اول رغيف البلاطه سخنت معايا جامد، بس انا وطيت البلاطه وكملت بقيه التسويه، واللهم بارك العيش طري ومش مجلد وتسويته كمان بجد تحفه. هقطع بقى الكميه كلها علشان هعمل منها عيش ناشف محمص، بجد بيبقى ريحته تحفه. بتمنى ان انت تجربيه بس تمشي على كل خطوه علشان يطلع معاكي مظبوط. بعد ما قطعت الكميه اللي انا فرزته عبيته في اكياس، والكميه الباقيه انا هقوم هحمصها. بجد العيش تحفه واتمنى ان انت تجربيه وتعمليه وتفرزي منه، وكل ما تحتاجي هتطلعي منه، بجد طالع تحفه. انا بقى علشان احمص الكميه الباقيه شغلت الفرن يسخن، واول ما سخن وطيته خالص زي الشمعه زي ما انتوا شايفينه كده. ريحه العيش وهي بتتحمص تحفه بجد، انا عايزاكي بقى تجربيها وتشوفيها بنفسك. اتمنى بقى ان انت تمشي على كل خطوه، واتمنى ان يكون شرحي بسيط. اتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناه واستناني في الجديد.